ازيكم يا بنات، عاملين يا رب كلكم تكونوا بألف خير. اول فيديو ميك اب في السنه الجديده، فكل سنه وانتم طيبين. يا رب تبقى سنه سعيده عليكم وعلينا يا رب ان شاء الله. ويا رب اي حد نفسه في اي حاجه يا رب احلامه كلها تتحقق، واحلامي انا كمان واحلام كل الناس. فالنهارده بقى هنعمل اللوك ده مع بعض. انا اتطلب مني ان انا اعمل مكياج كامل بتاع راس السنه من مايت سينما، وخصوصا الباليت اللي هي ال40 لون. بس ما لحقتش بصراحه اصور لكم قبل راس السنه مكياج لراس السنه وكده، ما لحقتش للاسف. فانا عملت اللوك ده للبنوته اللي طلبته بالباليت ال40 لون. فسامحيني واعذريني ان انا اتاخرت عليكي، وان انا ما نزلتش كمان مكياج لراس السنه، ما لحقتش والله حقيقي. فانا عملت الميك اب كله من مايت سينما زي ما هي طلبت. فلو حابين بقى تعرفوا تفاصيل اللوك ده وتعمل ازاي، يا ريت تكملوا معايا الفيديو للاخر. بس طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك الفيديو، كمان تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هستخدم البرايمر ده من فيونيتشي. اوكي، انا خلاص طبعا مرطبه وشي وعامله السكين كير بتاعي كله. هاخد شويه كده من البرايمر. هستخدم بعد كده الفاونديشن ده من مايت سينما. درجة الفاونديشن 104. انا كل الفاونديشن اللي عندي بتاعت مايت سينما درجتي فيهم 104. هستخدم الكونتور الكريمي من الباليت دي بتاعت الكونتور من مايت سينما، والباليت دي انا بحبها جدا. تكون جزء كده كونتور باودر وكونتور كريمي وكونسيلر. هاخد الدرجة دي هاخد بعد كده البلاشر ده من مايت سينما برضو. ده درجته 207 ونقطة صغننة قوي منه لان هو بيجمنت جدا. بصوا هي دي. انا نسيت اقول لكم استخدمت ايه الحواجبي. انا استخدمت الحواجبي اللي هي الباليت دي بتاعت مايت سينما اللي بيبقى جواها 3 درجات. انا اخدت اغمق درجة فيهم، واللي هي دايما برسم بيها اللي هي الدرجة دي. ونحط كده البلاشر على الكونتور عشان ندمجهم مع بعض، وبالفرشة وابتدي ادمجهم. هنيجي دلوقتي للكونسيلر، وهستخدم 2 كونسيلر من مايت سينما اللي هما بيكونوا عاملين كده. واحده هنا لونها برونز، وواحده لونها موف من هنا. هعمل لهم ميكس كده عشان في واحده لون درجتي بالظبط وواحده افتح مني. يعني دي الدرجه الفاتحه اللي هي بيكون لونها موف كده، ودي الدرجه التانية اغمق منها شويه. هنيجي دلوقتي لتثبيت الوش، ودي اكتر حاجه انا عارفه ان هندم ان انا هعملها، بس ان انا هثبت وشي كله باللوز باودر دي من فيونيتشي. اللوز باودر دي وحشه جدا. اللوز باودر دي واللوز باودر بتاعت مايت سينما اللي هي اصلا مكتوب عليها مايت سينما، الاتنين اوحش من بعض. بس انا للاسف هستخدمها لاني عايزه اخلصهم يعني، وهستخدمهم المره دي بفرشه عشان خاطر ايه ما تاخدش مني يعني ما اخدش منها حبه كتير بالباف كده. هي كده كده وحشه، انا مش هفتي، هي كده كده وحشه. اوكي، هحاول اخد برضو اقل كميه. وبسم الله. انا
كان في بنوته كتبت لي ان الباودر حلوه جدا معاها وعجبتها، فاي بنت بجد جربت الباودر دي او باودر مايت سينما اكتبي لي تحت انت بتستخدميها ازاي، عشان فعلا صعبان عليا، يعني كميتها كبيره، صعبان عليا ان انا ارميها او انها تفضل كده في الدرج مش ما بتستخدمش يعني. طيب بصوا، هو انا استخدمتها واخدت اقل كميه ممكن ان انا اخدها بالفرشه، وعادي بقى احنا خلاص بقينا اهل، فانا مش هخبي عليكم. تمام. ف ربنا يستر ما تكونش بس عامله فلاش باك وتبوظ لي كل الدنيا. هنرجع بقى للباليت بتاعت الكونتور تاني، وهناخد الكونتور الباودر ونبتدي بقى ندفي الوش شويه. هاخد الدرجه دي كده اعمل بيها الكونتور كله، وللبلاشر هستخدم البلاشر ده من فيونيتشي، ده درجته 106. هنيجي بقى دلوقتي للعين، وان شاء الله ان شاء الله العين تطلع زي ما في دماغي، لان في لوك في دماغي هو ده اللي انا هعمله معاكم. هستخدم جيل لاينر، تقدروا تستخدموا كحل، بس يفضل ان انتوا تستخدموا بيس كريمي يكون لونه اسود عشان اللوك يطلع معاكم اظبط، يعني ما تستخدموش الاي شادو على طول، هتلاقوا اللون الاسود شكله جربان كده معاكم، فاهمين قصدي؟ فانا هستخدم الجيل لاينر ده من كيكو، وهبتدي املى بيه الجفن. هحط الاول بيس كده من الكونسيلر. انا خلصت العين دي كده، انا عايزاكم تشوفوا اللون الشمر تحفه، لا اللون الجليتر شمر ايه. اوكي، هنعمل بقى العين دي زي العين دي، انا رحت بس عملتها بسرعه كده مش عشان عارفه انا هعمل ايه، عشان صوت الغساله كان شغال جامد جامد فكان طالع معايا في الفيديو. فخلصت العين دي وجيت لكم. هنعمل ايه بقى؟ اخدت الجيل لاينر من كيكو وبفرشه كده بتاعت حواجب، واخدت شويه جل عليها، وهبتدي املى جفن العين عندي كله، وهطلع بوينج كده زي وينج الايلاينر اوكي. بس حاولوا ما تطلعوش باللون الاسود فوق قوي عشان لسه هندمج فما يفرش معانا جامد. بعد كده هعمل بقى الوينج، هاخد خط كده هنزل بيه كده، بس هو ده كل اللي احنا محتاجينه. هشيل بس زيادات كده بالفرشه عشان الجيل لاينر لما احط بقى عليه الاي شادو ما يبقاش مكلكع ويفرول معايا. بعد كده الباليت اللي انا بحبها جدا جدا، ويمكن دي احلى باليت اصلا عند مايت سينما، هي الباليت ال40 لون دي. وهاخد الدرجه السوداء وهثبت بيها كل الجيل لاينر ده. مش هنكتر اي شادو اسود، وطبعا خلي بالكم انا مش عايزه بس احط لوس باودر، عشان اللوس باودر اللي معايا مش هينفع اعمل بيها حاجه، كده كده اصلا مجيره جدا، بس انا مخليه بالي قوي باخد كميه قليله وبثبت بيها على طول، بحاول ما اوقعش يعني. بفرشه كده صغيره خالص، وهاخد اللون الاسود برضو حاجه بسيطه قوي منه، وهبتدي بس ادمج الطرف بتاعه، مش هدمجه 100%، بس هموه بس اللون معاه شويه عشان لما ابتدي احط الوان تانية تندمج معاه بسهوله. اخدت بعد كده فرشه متوسطه
واخدت الدرجة البني دي، ايوه دي، وابتديت استخدمها بقى كلون انتقالي. تمام كده خلاص حطينا اللون الانتقالي. هنعمل ايه بقى؟ هناخد فرشة اصغر منها شوية وهبتدي اخد بيها اللون برضو الانتقالي وهدمج ما بين اللونين دول، يعني هدمج الطرف الاسود مع اللون البني. وفي الجزء ده بقى يعني هندمج وهنطول لان اللون مش هيندمج معانا بسهولة. تمام، فخدوا وقتكم قوي في الحتة دي. بفرشة مبططة، واللون بقى جليتر القمر ده، اللون ده وهمني. بصوا اللي هو الدرجة دي كده، يعني مش عارفة بقى باينه لكم الدرجتين اللي فيها ولا لأ. وهنحطها في التلات ارباع العين، مش هنحط في الطرف الاخير ده خالص. بصوا انا اصلا بعشق الجليتر، وده لونه اخضر في موف كده، حلو قوي. هرجع بعد كده بالفرشة اللي فيها اللون الاسود وهتقل بقى اخر العين كده باللون الاسود شوية. وبالفرشة الصغيرة من غير اي لون او اي حاجة، يدوب بس هدمج الاطراف اللي هنا كده. هاخد بعد كده كحل اسود من روز بيري، واحط كحل جوه العين. وبالفرشة اللي فيها اللون الاسود، بس مش هحط فيها اسود، هحط فيها اللون البني اللي احنا استخدمناه كلون انتقالي، وبس هدمجه او هطبطبه كده تحت العين هنا لغاية نص العين بس، مش هدخل بيه لقدام. وبالفرشة الصغيرة وندمج تحت كده. اوكي، بعد كده هحط ماسكارا. وهركب الرموش. الرمش اللي هركبه هيكون قصير من قدام وطويل من ورا. خدت بعد كده الكومباكت باودر دي من فيونيتشي وبالسبونج المثلثه، وهبتدي انضف كده اخر العين كده تحت العين وحوالين الكونتور. وبالفرشة وعلى طول نشيل اي زيادة. هاخد بعد كده بقى الهايلايتر ده من ماريلو، ده الكوبي، ومعاه الهايلايتر بتاع اللي موجود في الباودر دي بتاعت فيونيتشي، لونه كده ابيض اهو، لونه لؤلؤي كده، والهايلايتر ده شكله عامل كده. فبعمل لهم كده ميكس الدرجتين دول وبحطهم في مدمع العين عندي. هاخد بعد كده الفيكس ده من مايت سينما، وارش بقى حبه حلوين عشان نهدي ايه الباودر دي. وهنيجي للروج، وهستخدم الروج ده من مايت سينما برضو،
ده درجته 203. وهستخدم الهايلايتر ده من ماريلو، لسه موريهولكوا الكوبي، ونحط شويه هايلايتر. الهايلايتر ده كوبي بس بجد حلو قوي، مفهوش ولا نقطه جليتر. معرفش بقى اللي موجود منه دلوقتي، لان انا كنت جايباه بقاله يمكن سنتين واكتر معايا، تقريبا سنتين. معرفش بقى الكوبي اللي موجود منه دلوقتي نفس الفكره ولا لا، بس فعليا والله الهايلايتر ده مفهوش ولا نقطه جليتر. هاخد برضو شويه كده تحت الحاجب، عشان بحب الحاجب عندي كده يبقى مرفوع ومنور. وزي ما قلت لكم هاخد فرشه دمج كده من اللي انا كنت بستخدمهم، لا مش دي، هاخد دي وادمج الطرف كده. خلاص اوكي كده يا امارات، يكون لوك النهارده خلص. انا عجبني قوي قوي اللون بتاع الجليتر، حلو قوي. خلاص اتمنى تكونوا استفدتوا اي حاجه حتى لو كانت بسيطه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. اشوفكم فيديو جديد، باي.